بيبدأ الفيلم بواحدة اسمها كايو بتكون بتحكي لنا عن نفسها وعن أسرتها، وبتقول لنا إنها قابلت جوزها واللي اسمه كريج وهي عندها 17 سنة، وعاشت مع كريج قصة حب جميلة، وبعد فترة صغيرة اتجوزوا، وبعدها خلفوا أول ابن ليهم واللي بيكون اسمه كاسي، وبعد مدة صغيرة خلفوا ابنهم التاني واللي اسمه جيم، وبعدها بيقعدوا كلهم يشربوا سوا ويدردشوا وبيتكلموا كتير عن انضمام كاسي للبحرية، وبعد الغدا بتقعد كاي مع جوزها كريج، وبنلاحظ إن هما لسه بيحبوا بعض زي الأول على الرغم من إن فات على جوازهم مدة كبيرة، وبتكون الأسرة كلها عايشة حياة مثالية وما فيهاش أي مشاكل، لحد ما بيجي تاني يوم وبيروح كريج للشغل، وبيتفاجئ بإن في مشكلة مادية كبيرة في الشركة اللي هو شغال فيها، وعشان كده اضطرت إدارة الشركة إنها تفصل عدد كبير من الموظفين، وللأسف الشديد كريج بيكون واحد منهم، ولما بيعرف كريج بالخبر ده بيزعل وبيتأثر جدا وبيسيبهم وبيمشي، وبيرجع لبيته وبيقول اللي حصل ده لكاي مراته، فبتفضل جنبه وبتحاول تواسيه وتخرجه من حالة الحزن اللي هو فيها، ولما بيجي الليل بيروح جيم لأبوه بيحاول يواسيه، وده بعد ما عرف بخبر طرده، وبيقول له جيم إن هو هيجتهد في دراسته وهيبذل كل مجهود عشان يقدر ياخد منها للجامعة، لأن بعد ما أبوه خسر وظيفته مش هيقدروا يتحملوا تكاليف الجامعة، فبيشكروا أبوه إن هو متفهم الموقف، وبيجي تاني يوم وبتروح كاي على شغلها، وبيفضل كريج في البيت وبيكون زعلان بسبب كده، وبالنسبة لجيم فبيروح للمدرسة وبيفضل يذاكر في مكتبة المدرسة عشان بيكون وراه امتحان مهم، وأثناء ما هو في المكتبة بيشوف بنت جميلة اسمها آن وبيعجب بيها من أول نظرة، وبيفضل مركز معاها وبينسى مذاكرته خالص، وبعدها بيروح جيم على فصله وبيبدأ الامتحان وهو ما بيفكرش في أي حاجة غير آن، وبعد ما بيخلص امتحانه بيقرر يروح يدور عليها، وبيعرف إنها بتمثل في مسرح المدرسة، وعشان كده بيروح يتفرج عليها في المسرح وبيكون فرحان جدا بيها، وبعد ما بتخلص آن المسرحية وبتروح على فصلها بيروح جيم وراها لهناك، وبيدي ملاحظة للمدرسة الموجودة في الفصل، وبيكون مكتوب فيها إن في مدرس تاني عاوز يشوف آن، فبتخرج آن مع جيم بره الفصل وبيعرفها إن مفيش حد عاوز يشوفها ولا حاجة، وإن هو اللي كتب الملاحظة دي عشان عاوز يتكلم معاها على انفراد، فبتسأله ليه ما استناش وقت الاستراحة عشان يتكلم معاها، فبيقول لها إن مدة الاستراحة قليلة وهو عاوز يتعرف عليها ويقضي وقت طويل معاها، وبيفضل يتكلم معاها وبيغازلها وبيلمح لها إن هو معجب بيها، وكمان بتبدأ هي كمان تعجب بيه، وبعد المدرسة بتروح له آن وبتطلب منه يوصلها بعربيته، وطبعا بيوافق وبياخدها جيم لمكان هو بيحب يروحه جدا، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وبيتعرفوا على بعض أكتر، وبيسألها لو هي بتتمنى تبقى ممثلة، فبتقوله إن هي حاسة إن تمثيلها ضعيف ومش هتقدر تبقى ممثلة شاطرة، لكن هو بيقول لها إنه شاف تمثيلها على المسرح وإن هي هتبقى ممثلة عظيمة، وبيفضل يدعمها وبيشجعها، وبيقول لها جيم بعد كده إن هو هيبقى يوصلها بعد المدرسة كل يوم، فبتوافق آن على كده وبتعزمه على حفلة عيد ميلادها اللي هتعملها في بيتها آخر الأسبوع ده، وبعد كده بيمشوا سوا، وفي نفس الوقت ده بيكون كريج بيعمل مقابلة شغل في شركة تانية، وبيحاول كريج على قد ما يقدر إنه يقنع المديرة بتوظيفه، لكن للأسف محاولاته دي بتفشل، والمديرة بترفض توظفه بسبب سنه الكبير، لأن معظم الشركات بتكون محتاجة الموظفين شباب سنهم صغير، وفي الوقت ده بتروح كاي تقعد مع عمتها واللي اسمها إيريني، وده لأن عمتها إيريني عايشة لوحدها، فقررت كاي إنها تروح لعمتها وبتعرض عليها إنها تروح لدار مسنين عشان ما ينفعش تفضل لوحدها، فبتزعل منها إيريني وبتقول لها إن بالنسبة لها تعيش لوحدها أحسن ما تعيش في دار مسنين، وكمان بتقول لها إن هي اللي ربتها وهي صغيرة وكانت بتخلي بالها منها بعد ما أمها سابتها، ودلوقتي هي بترد لها الجميل وعاوزة توديها دار مسنين، فبتمشي كاي وهي زعلانة جدا وما بيكونش في أي حاجة في إيديها تقدر تعملها لعمتها، ولما بيجي الليل بتتجمع الأسرة كلها وبيقعدوا يتغدوا مع بعض، وبيكون كريج زعلان بسبب اللي حصل في مقابلة الشغل وبيبقى حاسس بالعجز عشان مش قادر يصرف على أسرته، وجيم بيزعل لما بيلاحظ إن أبوه متضايق لأنه ما بيكونش عارف يهون عليه إزاي ومفيش في إيديه حاجة يقدر يعملها، وبتعدي الأيام وبيجي يوم عيد ميلاد آن وبيروح جيم لبيتها وبيحضر حفلة عيد ميلادها، وبتكون آن عازمة كل أصحابها في الحفلة دي وبيفضلوا يلعبوا طول الليل وجيم بيلعب معاهم وكلهم بيستمتعوا بوقتهم، والحفلة بتكون لطيفة خصوصا بالنسبة لجيم وآن اللي علاقتهم بتتطور وبيقربوا من بعض أكتر بسبب الحفلة دي، وبيجي تاني يوم وبتقعد آن مع أصحابها في المدرسة وبتطلب رأيهم في جيم، وكلهم بيقولوا إن تصرفاته غريبة شوية وإن هو مش شبهها خالص ومختلف عنها في كل حاجة تقريبا، لكن هي ما بتكونش مقتنعة برأيهم لأنها بتكون معجبة بيه جدا وشايفة إن هو كمان بيبادلها نفس الشعور، وبعد المدرسة بتركب آن العربية مع جيم عشان يوصلها وبيديها جيم هدية عيد ميلادها عشان هو نسي يديها هديتها في الحفلة، فبتعجب آن بالهدية جدا وبيقربوا من بعض وبيبدأوا يقضوا وقت أطول سوا وبيرتبطوا بشكل رسمي، وبيكون واضح إن هما الاتنين بيحبوا بعض وإنهم ثنائي
نهائي مثالي، وبياخدها جيم لبيته وبيعرفها على أبوه وأمه، وبيعجبوا بيها جدا وبيحبوها بسرعة وهي بتستلطفهم. وبيجي تاني يوم وبتروح كاي تقعد مع عمتها شوية وبتعتذر لها على الكلام اللي هي قالته لها آخر مرة، وبتقول لها إنها هتفضل جنبها وهتعتني بيها ومش هتسيبها تاني. فبتعتذر لها إيرين إن هي اتعصبت عليها وطردتها المرة اللي فاتت، وبيتصالحوا هما الاتنين وبيفضلوا يتكلموا ويهزروا سوا. وفي نفس الوقت ده بتكون آن قاعدة مع أمها واللي عرفت بخصوص ارتباطها بجيم، وبتكون أمها متضايقة من الموضوع ده عشان هي كمان بتكون شايفة إن جيم مش شبههم، وبتلمح لهم أمها إن هما بشرتهم سمرة وجيم أبيض البشرة، وإن هو ممكن يكون بيتسلى بيها وما بيحبهاش بجد. وبالفعل بتتأثر آن بالكلام ده وبتحس إن هي ممكن يكون معاها حق في كلامها، وبتروح آن تتكلم مع جيم وبتقوله إن هي قدمت في جامعة في مدينة تانية، ولو اتقبلت في الجامعة دي هتسافر للمدينة دي وممكن ما يقدروش يشوفوا بعض تاني وينفصلوا. لكن جيم بيكون متمسك بيها جدا وبيقول لها إن هم هيفضلوا على تواصل بالتليفون عادي، وكمان هيجي يزورها كل فترة ويطمن عليها ومش هيبعد عنها خالص. لكن هي بتفضل تلمح له إنه برضه في احتمالية إن هم يسيبوا بعض، ولو سابوا بعض فعلا هيفضلوا أصحاب عادي. فبيتضايق جيم من كلامها وبيحس إن هي عايزة تسيبه وبيفضل ساكت وما بيتكلمش معاها. وبنشوف كاي وهي بتقدم على قرض في البنك لأن حالتهم المادية بقت صعبة جدا، خصوصا إن كريج بقاله كتير جدا مش لاقي أي وظيفة. لكن حتى القرض اللي كاي بتقدم عليه بيترفض عشان مفيش أي مصدر دخل لجوزها. فبتتضايق كاي وبترجع البيت تتكلم مع كريج وبتحكي له على اللي حصل، وبتقوله إنها هتدور على شغل إضافي جنب شغلها لأن وضعهم بقى صعب ومش هينفع يفضلوا كده كتير. فبيقول لها كريج إن هو بيدور على وظيفة لكنه مش لاقي، وإن هو حاسس بالعجز عشان مش قادر يعتني بأسرته، وإن أنسب حل لموقفهم ده إن جيم يعمل زي كاسي ويبعد عنهم عشان يقلل من المصاريف. وللأسف بيكون جيم سامع كلامهم وبيزعل جدا وبيحس ساعتها إنه عالة على أبوه وأمه، والمشكلة الأكبر إنه ما بيكونش في أي حاجة في إيده يقدر يعملها ومش هيقدر يستقل عنهم عشان ما عندهوش مصدر دخل. والمشكلة التانية اللي بتواجه جيم إن آن حبيبته بدأت تبعد عنه بالتدريج بدون ما تقول أي سبب واضح، وطبعا كل المشاكل دي بتخلي جيم متضايق ومخنوق. وبيقرر جيم يروح يتكلم مع آن ويواجهها ويعرف هي بتبعد عنه ليه. ولما بيروح لبيتها بتقول له أم آن بنتها مش موجودة في البيت، لكن بيتفاجئ جيم إن أمها بتكذب عليه وإن آن موجودة عادي، وبتطلع آن تتكلم معاه وبيسألها ليه بدأت تبعد عنه الفترة دي. فبتوضح له آن إن علاقتهم صعب تستمر لأسباب كتير، أولها إن هما مش شبه بعض، وإن لو هو حابب ممكن يفضلوا أصدقاء ويفضلوا على تواصل مع بعض، لكن ينسى موضوع ارتباطهم ده خالص. وطبعا بيتصدم جيم وبيتأثر بالكلام ده وبيمشي وهو حزين. ولما بيمشي بتفضل آن تعيط لأن هي كمان ما كانتش عاوزة تنفصل عنه، وواضح عليها إن هي بتحبه. وبعد فترة صغيرة بتتوفى إيريني وبتكون آن زعلانة عليها وبتمر بوقت صعب جدا، وده عشان هي كانت بتعتبرها في مقام أمها وهي اللي مربياها. وبتعدي الأيام وبنشوف جيم وهو في المدرسة وبيكون لسه حزين ومكتئب ومش قادر ينسى آن، خصوصا بعد ما آن ارتبطت بزميل ليهم في المدرسة وبتكون شافت حياتها وهو حياته واقفة عليها. وفي يوم بيجي الشاب اللي ارتبطت بيه آن وبيضايق جيم وبيكلموا على آن بطريقة مش كويسة، فبيتخانق جيم معاه وبيكون هيضربه، لكن بتتدخل آن وبتبعدهم عن بعض وبتلوم جيم على اللي حصل. وطبعا بيتضايق جيم من اللي حصل، ولما بيرجع بيته بيتضايق وبيزعل أكتر، وده لما بيعرف إن أبوه وأمه ناويين يبيعوا البيت وهينتقلوا هما الاتنين لمدينة تانية، لكن هو هيفضل في المدينة دي عشان يقدر يكمل دراسته. وبالفعل ما بيعديش وقت وبيبيعوا البيت ده وبيتنقلوا لمكان تاني وبيسيبوا جيم لوحده في المدينة دي. وبعد مرور سنتين بنشوف جيم وهو رايح يزور أهله في بيتهم الجديد، وأول ما أمه بتشوفه بتفرح وبتحضنه لأنه بيكون عامل لهم مفاجأة وبقاله كتير ما شافهمش. وبيقعد جيم معاهم عشان يعرف أخبارهم وأحوالهم، وبيعرف إن أبوه لحد دلوقتي مش لاقي شغل، لكن أمه قدرت تلاقي شغل في المدينة دي وعايشين مع بعض حياة بسيطة. وبيلاحظ جيم إن حالة أبوه النفسية وحشة جدا، لكن ما بيكونش في حاجة في إيده يقدر يعملها. وبيروح جيم يتكلم مع أمه وبيعرف منها إن أبوه كان بيفكر في الانتحار، وهو حاسس إن هو خذل أهله وما قدرش يعتني بيهم. وحتى أمه ما بتكونش قادرة تعمل أي حاجة لأبوه عشان تطلعه من حالة الاكتئاب اللي هو فيها، وهي كمان بتنهار وبتفضل تعيط، وبيفضل جيم يواسيها ويهديها. وبعدها بيمشي جيم من عندهم وبيرجع لمدينته تاني، وأثناء ما هو قاعد بيذاكر بيلاقي آن بعتاله رسالة بتعتذر له فيها وبتقول له إن هي كبرت ونضجت وعرفت دلوقتي إيه الأفضل ليها، وإن انفصالهم عن بعض كان أكبر غلط عملته، وبتطلب منه إن هو يتصل بيها ويرجعوا يتواصلوا مع بعض تاني، ولو هو مش حابب كده فهي هتقدر موقفه وهتحترم رأيه. لكن جيم بيكون لسه بيحبها ومش قادر ينساها لحد دلوقتي. وبعد ما بيسمع الرسالة بيكلمها على طول وبيتفقوا إنهم يتقابلوا. وبيجي تاني يوم وبيروح جيم يقابلها وهو فرحان ومتحمس
وبيفضلوا يتكلموا مع بعض على الحاجات اللي حصلت لكل واحد فيهم، وكل واحد فيهم بيعرف ان مفيش حد في حياة التاني، وبيبدأوا يقربوا من بعض، وبيروحوا هما الاتنين لبيتهم وبيقضوا الليلة سوا وبيرجعوا لبعض من تاني. وده بعد ما آن اعترفت له انها لسه بتحبه وما قدرتش تنساه طول الفترة دي، وهو كمان بيعترف لها بمشاعره ناحيتها، وبيرجعوا تاني لبعض. وفي نفس الوقت ده بيشتغل كريج عامل توصيل بعيد عن مجاله وعن شغله، وطبعا الموضوع ده بيكون مضايقه. وبتعدي الايام، وفي يوم ما اثناء جيم بيكون بيجري وبيتدرب بيحس بألم شديد في صدره، ولما بيروح يكشف على نفسه بيكتشف انه عنده مشكلة في القلب ولازم يكون في تدخل جراحي في اسرع وقت. وبالفعل ما بيعديش وقت طويل وبيعمل جيم العملية دي، وبينتقل يعيش مع اهله عشان يعتنوا بيه. واول ما آن بتعرف كده بتيجي على طول تعتني بجيم وبتخلي بالها منه. وبتعدي الايام وبيستعيد جيم صحته تاني، واول حاجة بيقرر يعملها ان هو يتجوز آن على طول. لكن لما بيعرض جيم موضوع الجواز ده على امه بترفض، وبتقوله ان تفكيره غلط، وان هما الاتنين لسه صغيرين على قرار زي ده ومش هيقدروا على مشاكل الحياة الزوجية. فبيقول لها جيم ان هي وباباه اتجوزوا وهما في نفس السن ده وعاشوا مع بعض حياة مثالية. لكن كاي بتفضل مصممة ان تفكيره غلط، وان وضعها هي وابو زمان غير وضعهم دلوقتي. ورغم كده بيفضل جيم مصمم على قرار جوازه من آن، وبيقرر يعرض الموضوع على ام آن، لان هو عارف ان آن هتوافق، لكن المشكلة هتبقى في امها، واللي اول ما بيعرض عليها بترفض رفض قاطع، لان هي كانت رافضة ان بنتها ترتبط بيه من الاول. وبتقول ان بنتها لسه بتدرس والمستقبل قدامها، وان هما الاتنين لسه صغيرين على الجواز، وهو ما عندوش شقة وفلوس عشان يتجوز. فبيقول لها جيم ان هو هيشتغل وهيجيب شقة في المكان اللي آن تختاره، وان هو مش هيخلي آن توقف تعليم، وهيفضل معاها ويساعدها تكمل تعليمها للنهاية. وبيفضل جيم يشرح لها هو بيحب بنتها قد ايه ومستعد يعمل ايه عشانها، لحد ما هي تغير رأيها فبتوافق على جوازهم. وفي نفس الوقت ده بيجي عرض شغل كويس لكريج في مدينة تانية، وبيكون متوقع ان كاي هترفض ان هما يتنقلوا مرة تانية، وده عشان المشاكل والخناقات اللي ما بينهم. لكن على العكس تماما بيلاقيها بتشجعه وبتدعمه، وبتكون موافقة ان هما يتنقلوا للمدينة التانية عادي. وبتعدي الايام وبنشوف كاي وهي بتجهز ابنها جيم في يوم فرحه على آن، وبتكون فرحانة جدا انها بتشوف ابنها وهو بيتجوز، وفي نفس الوقت زعلانة ان هو هيبعد عنها. لكن جيم بيطمنها انه عمره ما هيبعد عنها وهيفضل جنبها هي وابوه. وجيم وآن بيتجوزوا وبيبدأوا حياتهم مع بعض، وكاي وكريج بيجهزوا عشان يتنقلوا لمدينة تانية ويعيشوا مع بعض فيها بعد ما لقى شغل. وبس كده بيخلص الفيلم. ما تنساش لو عجبك تعمل لايك وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات.